هنا كان طالع على السلم وبيطلع للشقة اللي فوق الأول علشان يأمن نفسه قبل ما يعمل الكارثة، وهنا كان خلاص خلص فبيجري بسرعة قبل ما حد يشوفه ويكتشف اللي عمله. فتعالوا مع بعض نشوف هو عمل ايه بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده كبلاغ عاجل للجهات المختصة علشان يقولوا لنا ايه الموضوع بالظبط وكل التفاصيل بعد انتشار الفيديو ده. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، واعملوا متابعة للصفحة الجديدة. تخيل تبقى قاعد في شقتك في أمان الله وفي ارتفاع عالي، والمخرج الوحيد ليك من الشقة لو حصلت أي حاجة هو باب الشقة. هتتفاجئ مرة واحدة إن في حد بيرمي لك حاجة من تحت باب الشقة بيعرضك وبيعرض أهلك للهلاك. اهو ده اللي حصل في الفيديو اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. شاب راكب توك توك واضح ان هو مخطط ومرتب للي هيعمله بالظبط. التوك توك ركن في الحاره وبعدها بثواني بعد ما اتاكد ان مفيش حد اتسحب وطلع البيت، طالع على السلم يبص يمين وشمال، وصل للشقه المطلوبه مرضيش يعمل حاجه غير لما طلع فوق يتاكد هل في حد شايفه او لا. وبعد ما نزل من فوق زي ما حضراتكم شايفين وبسرعه جدا في ثواني معدوده طلع الجيركن اللي معاه وفضاه قدام باب الشقه، وبعدها على طول راح مولع. بص كده الموضوع ما خدش معاه ثواني، هو يا دوبك نزل من على السلم فض الجيركن وفجأة ولع وجري لتحت. طبعا من الواضح ان العلبة او الجيركن الصغير اللي معاه ده فضاه قدام باب شقة، يعني جزء منه كان من جوه وجزء كان من بره، وبعدها راح مولع. فاحنا بنتكلم عن شقة في مرتفع، الناس اللي جوه ملهاش اي مخرج لو حصلت اي حاجة غير الباب، وانت جيت قدام الباب ورحت مولع، يعني انت عارف بتعمل ايه بالظبط. وبعدها زي ما انتم شايفين جري على السلم، ومن بعدها جري على الحارة وراح راكب التوك توك وهرب. أما عن اللي حصل بعده وجميع التفاصيل بالكامل فده اللي هنعرفه بعد ما الجهات الأمنية بإذن الله توضح لنا تفاصيل الموضوع بالكامل. فياريت الناس اللي بتشوفني دلوقتي وعلشان الفيديو يوصل تعمل مشاركة للفيديو ده في كل مكان. استنوني في فيديو تاني هوضح لكم تفاصيل أكتر عن الموضوع. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.